اولى ثانوي، ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. طبعا بعد الاجواء العاصفه اللي كانت بتمر بيها البلاد وارتحتوا من خلقتي حصه، وعارف انتوا زعلانين جدا جدا جدا، قلت اعوضكم يعني معنويا وماديا، دي انتوا تعوضوني انا يعني تمام. هنعمل ان شاء الله في الفيديو ده مراجعه على كل اللي خلص معاك من بدايه السنه، يونت 7 يونت 8 يونت 9. لو فايتك حاجه، لو كنت جاي لي متاخر، لو في رمضان الحصص كنت بتغيب علشان كنت بتخلص هدوم العيد وبتعمل مع امك الكحك والكلام ده، فاحنا في الفيديو ده بفضل الله هنلم 7 8 9. المنهج بتاعك نصه في الفيديو ده باذن الكريم، ومراجعه كمان علشان امتحان الشهور بتاعك اللي غالبا ممكن يكون هو ده الامتحان الوحيد اللي تمتحنه الترم ده، فعايزين نجيب درجات حلوه بفضل الله. هتجيب ورقه وقلم في ايدك وتسمي الله وتصلي على النبي وتقول عليه افضل الصلاه والسلام. هنحل في الفيديو دوت مع بعض كذا امتحان نلم بيهم الليله باذن الكريم. اول سؤال اولى ثانوي بيقول لك I hope this beautiful weather will last throughout the weekend. انا مش عارف جمله الكذب ديت يعني تمام، الطقس الجميل مش عارف يعني منين، بس خير ان شاء الله. هو طالب منك السينونيم بتاع كلمه last. السينونيم احنا كنا متفقين معناها مرادف، عايز منك معنى كلمه مرادف، معنى كلمه last. يعني ايه يا مستر last؟ اصلا معناها يدوم او يستمر. طيب احنا عايزين مرادف يدوم او يستمر. معايا هنا كلمة continue اللي كان معناها يستمر، ومعايا كمان كلمة remain اللي كان معناها يبقى أو يستمر. السؤال التاني بيقول لك every year we commemorate كان معناها يحتفل. commemorate يحيي ذكرى. the anniversary of the nation's independence بيقول لك بنحتفل أو بنحيي ذكرى الاستقلال. أنا عايز هنا منك ضد كلمة commemorate. طيب جميل، بما انك انت بتحيي ذكراها اذا بتتذكرها، اذا بتكرم ده، اذا بتحتفل بيها. انا مش عايز معناهم، انا شلت كل المرادفات، ما بقاش معايا غير كلمه forget اللي كان معناها ينسى، وكلمه ignore اللي كان معناها يتجاهل. خلصنا من السؤالين اللي كانوا باختياري. بعد كده اولى ثانوي بيقول لحضرتك they used to know before me when they met me at the airport the Japanese are so welcoming. الناس اليابانيين دول مرحبين جدا. كان عندك في المنهج كلمة باو اللي كان معناها ينحني، احنا اتفقنا دي كانت تقليد او عادة عند اليابانيين. We stopped for a minute to know the guests who came to the wedding. اعمل لي دايرة على كلمة guest، مش تعمل دايرة الملف ده بتاعنا بس تمام، اعمل انا دايرة. كلمة guests كان معناها ضيوف. هنعمل ايه مع الضيوف يا مستر؟ اكيد هنحييهم. يحيي اللي كان اسمها great. The museum's collection of ancient Egypt نقط attracts historians from all over the world. معاك الكوليكشن مجموعة، وبيقول لك هنا attracts يجذب بيشد. إذا أنت بتكلمني عن الحاجات الفنية، بتكلمني عن التحف، بكلمك عن الارتيفاكتس. السؤال 4 أولى ثانوي showing not for your elders الناس الأكبر مني is important value in many cultures around the world. ما تكملش يا مستر الجملة، طالما كبار، ده حتى دينك الإسلامي قال لك إن أنت لازم تحترم الكبير، يبقى يحترم اللي كان اسمها respect. ما تنساش إن respect ليها أكتر من معنى. respect كان معناها يحترم، بفكرك respect كان معناها احترام. لو حطيت لها اي دي بقت respected كان معناها محترم من الاخرين. وكان معاك كمان يا قمر respectful اللي كان معناها محترم للاخرين. واحنا بنشرحها قلت لك respected اسم مفعول، ولكن respectful اسم فاعل. Due to a lot of time we had to cut the presentation short. cut نقسم، نقطع كده جزء، نقلل. إذا أنا ما كانش عندي وقت كفاية، كان عندي نقص في الوقت. كان معايا كلمة lack. عمرو's greatest نقط was graduation at the top of his class despite many challenges. بيقول لك graduating التخرج at top of his class الأول على الفصل بتاعه أو في مقدمة الفصل بتاعه. إذا ده بالنسبة لي معروف إنجاز. إنجاز اللي كان اسمها achievement جاية من كلمة achieve اللي كان معناه يحقق أو ينجز. I can't find my phone anywhere not you it. تعالى يا باشا، كان معايا هنا سؤال بيقول لك أنا مش لاقي الموبايل بتاعي في أي حتة. not you it، شفت التليفون. كان معاك زمن مهم جدا اسمه زمن المضارع التام. المضارع التام بإيدك كده يا معروف، احنا قلنا واحدة بنحل كده ايه نراجع. كان بيتكون من فاعل زائد has أو have زائد التصريف الثالث في المبني للمعلوم، وبيتكون من مفعول زائد has أو have been
زائد التصريف الثالث في المبني للمجهول. كان معاك شوية حاجات جدا كده مهمة في المضارع التام، أهمها علامات المضارع التام زي لما أشوف already، زي لما أشوف just، زي لما أشوف yet، up till now، so far، لما أشوف since، لما أشوف for، لما أشوف lately، recently، yet اللي كانت بتيجي في آخر الجملة المنفية والاستفهامية. كان معايا كمان ever، وكان معايا كمان never. تاتا تاتا كده واحنا ماشيين، لو وقفنا عند أي نقطة نراجعها، بس قلنا يعني أفكرك بتكوين المضارع التام. بس ما تنساش يا معروف كمان تأكد إن المضارع التام بستخدمه للدلالة على حدث انتهى وما زال له أثر، حاجة خلصت والأثر بتاعها لسه موجود. زي الشوارع دلوقتي وأنا جاي كانت غرقانة مية بسبب إن الدنيا كانت بتمطر. هو الحدث خلص ولكن الأثر بتاعه لسه موجود. فعايز أقولك شفتش موبايلي. سؤالك في المضارع التام بما إنك هتنفي بهازنت أو هافنت، معروف محفظك إن اللي تنفيه بتسأل به. يعني لما أحب أسأل هسأل بهاز أو هاف. هو هنا بقول لك شفتش موبايلي، فأنا بتكلم هنا لو أنت شفت موبايلي فالأثر موجود، فهقول لك have you seen. أدا have وده التصريف الثالث. ندى نقط eat spicy food but now she loves it. دلوقتي بقت بتحب ده. كان عندك برضو جزئية التحدث عن عادات الماضي، فاعل زائد used to زائد الفعل في المصدر، اكتب ورايا الكلام ده. والنفي بتاعها فاعل زائد didn't use to زائد الفعل في المصدر. وكان بيقول لحضرتك كمان إذا كانت عادة الماضي مثبتة ففي المضارع منفية. زي لما اجي اقول لك I used to go to the gym، كنت معتاد ان انا اروح الجيم، معنى الكلام ده ان انا في الوقت الحاضر ما عادش بروح. ولكن لما اجي اقول لك I didn't used to go to the gym، ما كنتش بروح الجيم، معنى الكلام ده now I go to the gym. تعال نشوف الجملة. بيقول لك دلوقتي هي بتحب الاكل السبايسي المتبل الحار، اذا هي في الماضي ما كانتش معتاده عليه، ما كانتش بتحبه. اذا دلوقتي انا محتاج الجمله بتاعتي تبقى منفيه، فهقول لك didn't used to. اللي خلاك تنفيها يا معروف في المضارع مثبته. طب افرض يا معروف في المضارع منفيه، يبقى في الماضي مثبته. بالبلدي اذا كانت عاده الماضي، اكتب يا باشا اذا كانت عاده الماضي مثبته. اصل انا اشوف الكلام ده كده متبيض، اعمل لكم كده مسابقه هقولها في اخر الفيديو بفضل الله. تمام؟ لو عاده الماضي مثبته في المضارع منفيه. طب لو عاده الماضي منفيه في المضارع مثبته. My brother not Arabic and English fluently because he has grown up in two countries. بيقول لك اخويا بيتكلم عربي وانجليزي كويس جدا لان هو اتولد واتربى في دولتين مختلفين. اذا حضرتك هنا بتكلمني عن فاكت، بتكلمني عن حقيقه. كان معاك زمن مهم جدا، بحب الحل قوي، بيلم لك الجرامر كله كده في فيديو، بيلم لك في شويه اسئله. كان معاك زمن مهم جدا وهو المضارع البسيط اللي كنا بنستخدمه علشان نعبر بيه عن عاده او نعبر بيه عن حقيقه. سريعا احنا بنلم. قال لك لو كان الفاعل جمع كنا بنجيب الفعل في المصدر، ولو كان الفاعل بالنسبة لي مفرد فبجيب الفعل مضافا له اس او اي اس. حتى كنا مسمينه في السنتر الفعل الشحات، كل ما نشوف حد يقول له النبي اديني اس. طيب ماي براذر فعل مفرد، اذا هتبقى speaks، الاس هي امر. يلا اللي بعده. Rice not in many countries around the world and it considered a stable food. جيت ابص على الاختيارات لقيت الفعل معاك هو eat اللي كان معناها ياكل. ولكن هل الرز بياكل؟ لا، الرز بيتاكل. اذا جمله مبني المجهول اكتب كده بايدك. يستخدم المبني للمعلوم اذا كان الفاعل يستطيع القيام بالفعل، ويستخدم المبني للمجهول اذا كان الفاعل لا يستطيع القيام بالفعل. الرز ما بيعرفش ياكل، ده بيتاكل. اذا جمله مجهول يبقى انا محتاج مضارع بسيط ولكن في المبني المجهول اكتب كده يا معروف يتكون من مفعول زائد ام او از او ار زائد البي بي التصريف الثالث للفعل. اقول كمان مره المبني المجهول في المضارع البسيط ام واز وار زائد التصريف الثالث. توايس يعامل معامله المفرد لانه uncountable noun، اسم لا يعد، تبقى از ات. يلا نقلب كده ونكمل كلامنا. Which of the following sentence would be most appropriate مناسبة to include in a personal journey
entry. بيقول لك انهي واحده في دول هتبقى مناسبه ان هي تتحط في personal journal entry. البيرسونال جورنال ده نوع من انواع الكتابه عندكم اولاد، بتكون حاجه شخصيه يعني، حاجات انت حضرتك بتتكلم عليها. مين بيتصل بقى؟ تمام. فاحنا كنا بنقول دوت ايه، حاجه بتكون شخصيه يا اولاد، يعني حاجه انت بتتكلم فيها عن نفسك انت. طيب حاجه بتكلم فيها عن نفسي يبقى الفاعل هيكون I. بيقول لك I felt really nervous before the presentation today، لان حاجه بتتكلم عن حاجه شخصيه زي البلوج يا اولاد او الفلوج اللي بنكتبها على الفيسبوك يعني. تمام، حاجه تكون خاصه بيك انت. A blog post should be written in a not tone to connect with readers. البلوجز اللي بتتكتب حاجة الفيسبوك يعني بنكلم بيها اصحابنا، التون بتاعتها، النبرة بتاعتها، بنتكلم اولاد كاننا قاعدين على مصطبة كده زي بيقول، قاعدين على القهوة بندردش مع بعض. التون بتبقى friendly and conversational، ودودة، حاجة كده بيني وبين الناس، بتكون فيها نوع من انواع الايه، المحادثة، ما بتكونش بعيدة، ما بتكونش فورمال، احنا بندردش مع بعض كلنا. جميل. تعالى كده نكمل عد قطعة الفهم. اتفقنا على طريقة حل القطعة يعني. تعال نبص كده على الترجمة دي. بقول لك the projects which are built in our town will provide job opportunities for many youth. Moreover, they will encourage people to invest their money. المشاريع اللي بتتبنى في مدينتنا هتمد job opportunities، فرص عمل for many youth للعديد من الشباب. Moreover بالإضافة لذلك they will encourage people to invest their money، ويشجع الشباب أو الناس إن هم يستثمروا فلوسهم. بيقول لك ان المشاريع التي تبنى في مدينتنا ستوفر فرص عمل لكثير من الشباب، وعلى ذلك فانها ستشجع الناس على استثمار اموالهم. مش شايف فيها مشكله الجمله الاولانيه. تعال نكمل. المشاريع التي تبنى في بلادنا، تمام، انا ما جبت سيره بلادنا، هو بيقول لك اور تاون، البلد دي الكانتري بتاعتنا. المشروعات التي تبنى في بلدتنا وفرت، هي ما وفرتش، هي سوف توفر. إن المشروعات التي تبنى في مدينتنا ستزود فرص عمل كثيرة للشباب وستشجع الناس على حفظ، لا هو قال لك يستثمروا أموالهم مش حفظ أموالهم. حلك فعلا هيبقى لتر A. تعال نبص على الجملة اللي بعدها. بيقول لك إذا أردت تحقيق طموحاتك، لو حبيت تحقق طموحك يجب أن تعمل بجد ولا تمل من المحاولة مرات عديدة، فالكثير من العلماء المشاهير قد فشلوا في تجارب كثيرة في الماضي. جميل الكلام ده؟ يلا بينا. يبقى بيقول لك if you want to do your ambitious do ما تنفعكش، انا عايز اقول لك يحقق achieve. تمام. بيقول لك هنا if you want to achieve your aspirations اللي كان معناها الهام. تمام. اللهم صل على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. واspire طموح. you should work with hard and don't receive، مش هينفع اقول لك work with hard ولكن اقول لك work hard، الجمله دي كمان غلط. if you wanted to achieve your aspirations you should work hard and don't give up trying several times. many famous scientists failed in many experiments in the past. طيب جميل، مفيش فيها مشاكل هنا. if you wanted to investigate هنا تحقيق، ولكن التحقيق بتاع الجرايم يا اولاد تيجي مع الشرطه، فدي كده بايظه. حلك هيبقى لتر سي. يلا نكمل. تعال نبص على الستوري امارات، بنسامحنا على الكذب ده. How does Santiago feel about the opinions of other regarding the marlin؟ بيقول لك سانتياغو كان حاسس بايه بآراء الناس regarding the marlin، بمناسبة او الكلام عن سمكة المارلين. ده اتفقنا ان الناس بدأت تشكر في السمكة وقد ايه الراجل دوت كان عظيم، ولكن احنا متفقين ان سانتياغو دايما كارف، مش مريح حد. He didn't concentrate with them، ما كانش مركز معاهم. يقولوا الراجل تعب، الراجل اصطاد سمكة جبارة ولا فارق معاه. جميل. he didn't give a shit، بس ما ينفعش نكتب كده في الامتحان. In your opinion what does Santiago mean when he says the sea gives and takes؟ سانتياغو قال جملة مهمة جدا، قال لك زي ما البحر بياخد البحر كمان بيدي. ده كان الجملة دي معناها ايه؟ جملة بسيطة جدا، ان البحر دايما هيعلمك دروس. هقول لك I think لان بقول لك في رأيك. he meant sea always gives lessons، دايما بيدي ايه؟ دروس.
بس الدروس بتاعة البحر اللي بيديها لك مش دايما بتكون على طبق من فضة بالبلدي. زي ما في عندك easy times في عندك difficult times. احنا ممكن نصيغها بطريقة تانية. There will be always easy and hard times. يلا نكمل. هنبص على rewrite. I finished my homework then I watched my favorite TV show after. كان معاك يا باشا الماضي التام، كان معاك مجموعة من الروابط. الأول بس معروف، فكرني بالماضي التام. حاضر، تعال نكتب تحت هنا اهو. الماضي التام كان بيتكون من فاعل زائد هاد زائد التصريف الثالث في المبني للمعلوم، ويتكون من مفعول زائد هاد بين زائد التصريف الثالث في المبني للمجهول. وكان عندك مجموعة من الروابط، بس أنا عايز أحفظك حاجة وأفكرك بيها، بالله عليك ما تنساها. الحدث الأول ماضي بسيط، تقوم أخد صفر كبير قد البطيخة. ليه يا مستر؟ أصل الحدث الأول بيكون دايما ماضي تام، فبشوفك ركز معايا ولا لأ. ولكن الماضي البسيط ده بيكون الحدث الثاني، ده بيكون ماضي بسيط. يعني هي معروفة. أقول لك يا سيدي، عايز أقول لك أنا خلصت الواجب بتاعي قبل ما أنزل. إذا كده معاك حدثين، خلصت واجبي ده حدث أول، ونزلت ده كان حدث تاني. يبقى الحدث الأولاني ماضي تام والحدث التاني ماضي بسيط. كان عندي مجموعة من الروابط. كان معاك after بتساوي as soon as، وكان معايا معروف before بتساوي by the time، وكان معايا معروف till و until. خلصت كده؟ لا لسه، بس خليك بس معايا في دوام. كنت قايل لك ان قبل تام وبعد تام، فافتر هيكون بعدها ماضي تام وقبلها ماضي بسيط، على عكس بيفور اللي هيكون قبلها ماضي تام وبعدها ماضي بسيط. till وانتل قالت لك انا هيجي قبل ماضي بسيط منفي وبعدي ماضي تام مثبت عادي جدا. افتكر الجملة ده اهي، لو بدأت بظرف حط الفعل المساعد قبل الفاعل. علشان كده هاردلي وسكيرسلي ونو سونر قالوا لك لو جينا في بداية الكلام حط هاد زائد فاعل، وساعات بيشتغلك وتبقى ديد زائد فاعل. اعرف منين يا معروف؟ اعرف منين ان هي هاد؟ لو عندي تصريف تالت. اعرف منين ان هي ديد؟ لو عندي مصدر يا باشا. جميل. ما تنساش يا سيدي ان افتر وبيفور في حالة عدم وجود فاعل يتبعهم فعل مضاف له اي ان جي. وما تنساش يا معروف ان هافينج يتبعها تصريف ثالث. وما تنساش يا معروف ان اون يتبعها فعل مضاف له اي ان جي. بنفكر بعد مش اكتر باللي اتشرح يا شباب. تعال نطلع نحل الجملة بتاعتنا بقى. I finished وقال لك عايز افتر، عايزها كابيتال في بداية الكلام، فبعدها هيكون ماضي بسيط والناحية التانية هيكون ماضي تام. انا باخد الرابط زي ما هو. تمام؟ تقوم اخد صفر. يا عم مستر بقى ما تروق. تعال افتكر اللي انا قلته. بعد تام، اذا لازق فيها تام عشان الناس اللي بتتلخبط. اذا اللي انا كاتبه دوت عادي. افتر قالت لك انا يتحط بعد الاول التام وارمي الناحيه الثانيه الماضي البسيط. طلع حاضر عينيا الاثنين. طب بص بس الازمه الكبرى ان انا هنا الزمانين ماضي بسيط، همسك واحده احولها ماضي تام، ومش اي واحده، لازم كل حدث الاول. خلصت واجبي ثم دايما يا اولاد بيجي بعدها الحدث الثاني وقبلها الحدث الاول. اذا اللي هيتم تحويله ماضي تام اهي. I finished تبقى I had finished. تعال الاول بس كده معروف افتر الماضي التام I had، متنساش ممكن اختصرها بستروفي دي finished my homework
زين دي ما عادش عايزة احط مكانها كوما. I watched my favorite TV show إلى آخر الجملة. seldom. It's rare for أحمد to arrive late at school. seldom معناها نادرا. بتساوي rare بس مش هاخد التعبير زي ما هو. أنا لازم أبدأ بالفعل لأن seldom ده ظرف زمان. أحمد seldom ما هو الظرف بيجي قبل الفعل. arrive اهي بس ناقصها حتة صغيرة إن أحمد فاعل مفرد فاديله اس. بقت أحمد seldom arrives late to school. تمام؟ يلا. أو حل تاني it's seldom for أحمد إلى آخر الجملة. بس دوت بالنسبة لي أحلى حل وأبسط. تعال نخش على الامتحان اللي بعده ونشوف الدنيا فيها إيه. السؤال الأول يا شبابنا بيقول لحضرتك it can be difficult to balance school work with fun activities. balance اللي كان معناها يوازن. ماشي. أنا محتاج مرادفها. يوازن يعني يكون عندي equality مساواة ويكون عندي كمان stability استقرار. imbalance عدم توازن. chaos معناها فوضى و disorder كان معناها فوضى. the students were attentive جاية من كلمة attention كان معناها انتباه. يبقى attentive منتبه. أنا عايز عكس كلمة attentive. إذا كان مشتت distracted. كان inattentive غير مركز. لكن alert وfocused وconcentrated كلهم معناهم مركز. After a long day at school a quick power nap can help not your energy. لو انت نمت شوية شوية النوم دول ممكن يبدأوا يعملوا انعاش للطاقة refresh. نقط is highly valued as it shows you value other people's time. ده معناه ان انت بتقدر وقت الناس. اذا انا بتكلم على punctuality الانضباط. اللي ما انتش فاكره ورقة وقلم جنبك وراجع يا باشا. His strong sense of نقط comes from the rich history and the traditions of his family. بيقول لك احساسه بالايه جاي من rich history التاريخ الثري والتراديشنز التقاليد بتاعت عيلته. كان معاك sense of identity احساس الانتماء. The choir's beautiful singing. تمام. لو كورال ولا كولار مش عارف. ده شويه الناس بتقعد تتجعر كده ورا بعض. تمام. The choir is a beautiful singing created a perfect note of voice that filled the whole. طالما بيقعدوا يتكلموا مع بعض اذا بيعمل عندي تناغم harmony. Zina showed great note by asking many throughout questions during the science lecture. طالما سألت أسئلة كتير اذا كانت شخصية عندها فضول curiosity. وعندك كمان curious فضولي. Many companies are now using not intelligence. احنا حافظينها على بعضها artificial intelligence ذكاء صناعي اللي احنا بنشوفها دايما دلوقتي على الفيسبوك او على اي موقع تواصل اختصارها AI. بعد كده بيقول لك they have never not to a foreign country before. اعمل لي دايره كده على before. ماشي. ومن غير ما نعمل يا مستر دايره على before have عايزه نوع تصريف ثالث ونيفر لا تأتي في الجملة المنفية. إذا not traveled دي غلط هتبقى traveled. مضارع تام. It's high time not you. high time بعدها فاعل اديها تصريف تاني بتساوي وش بتساوي would rather. كل دول لو بعدهم فاعل اوتوماتيك حط تصريف تاني إلا لو ضحك عليا. وش بدون فاعل تول ماستر. هاي تايم او اتس هاي تايم او اتس تايم في اللجنه عادي تول ماستر. I'd rather مصدر على طول ما انا ما عنديش فاعل يا باشا. الحاجات دي مهمه قوي. اذا دي هتبقى started. Most students not breakfast before going to school. معظم الطلبه ما بتاكلش الفطار بتاعها قبل ما تروح المدرسه. جميل جدا الكلام. كان بيقول لك في حالة وجود روابط زمنية. الرابط الزمني
ممكن احط معاه مضارع بسيط او مضارع تام، والناحية التانية بيكون معاه مستقبل او امر او فعل مضاف لا يجي زي ما انت شايف هنا. اذا انا محتاج مضارع بسيط. most students جمع خدت لها don't، لان نفيك في الفاعل الجمع مع المضارع البسيط don't زائد المصدر، ومع الفعل الجمع doesn't زائد الفعل في المصدر. as soon as the bill not the students will. تعالى يا امور، ادي as soon as رابط زمني مع الناحيه الثانيه will يعني مستقبل. اذا ناقص نبص كده، يا مضارع بسيط يا مضارع تام. the bill فاعل مفرد، المضارع البسيط بتاعه rains. الحاجات دي مهمه جدا. when writing a personal journal you should not avoid expressing personal feeling. تتجنب ان انت تكتب مشاعرك الخاصه، ما هي اصلا اسمها personal journal. use complex vocabulary، تستخدم كلمات معقده، لا ما ينفعش. write in a free flexible structure، تتكلم كده بحاجات عاديه مرنه. always include formal greetings. لا بص يا سيدي، ما ينفعش تتجنب البيرسونال فيلينجز لان دي بتاعتي اصلا، دي جورنال بتاعي انا. ما ينفعش ان انت تستخدم الكومبلكس فوكاب اللي هي الكلمات المعقده والمركبه. احنا لسه من شويه كنا بنقول الجورنال الشخصي بيكون فريندلي. وما ينفعش ان انت تحط كلام فورمال، فحلك هيبقى لتر سي. She taught me some cheerful Indonesian greetings. علمتني بعض التحيات الاندونيسيه. and in return في المقابل I shared a few Arabic phrases with her. This could be written in a دوت ممكن يتكتب فيه. يلا باشا بلاك بوست، يلا بينا اللي بعده. هنبص على جملة الترجمة دي أمارات. بيقول لحضرتك to have health or wealth is a question. health صحة، wealth المال. that all people seek for its answer but having wealth doesn't matter while lying in bed. ولكن بيقول لك لو انت معاك فلوس مش هتهم لو انت نايم في السرير، بلد يعني لو ما عندكش صحة يعني. أن تتمتع بالثروة أم المال؟ هذا هو السؤال الذي يسعى الجميع وراء الإجابة عنه، ولكن الثروة لن تهم نفعا عند وضعك في السرير. جملة بايظة، لن تهم نفعا دي يعني مش هتنفع. تكون في السرير ليه؟ أن يكون لديك الثروة أم المال، هذه هي المعادلة التي يسعى الجميع وراءها، ولكن الثروة لن تحدث نفعا عند كسبك. لا دي مش كسب، لاي هنا معناها يتمدد، فدي برضو بايظة. أن تحظى بالصحة أم المال؟ هذا هو السؤال الذي يسعى الجميع وراء الإجابة عنه، ولكن الثروة لن تجدي نفعا عند ركودك في السرير. ما عنديش أي مشكلة في الجملة دي صح بنسبة 100%. لكي تحظى الصحة أم المال؟ لا مفيش لكي دي خالص. تو هنا معناها إن الاهتمام بصحة أولادنا يجب أن يكون من أولويات حياتنا، فيجب علينا أن نتبع برامج غذائية تفيد أجسادهم معقول. Attention for children's health must be in our lives priorities. We should follow food programs which can benefit from their bodies and the brain. طيب أولا benefit from هنا معناه يستفيد منه، وattention هي الانتباه، والانتمام يعني التركيز. أنا عايز أصلا food taking care of. جميل. taking care of our children's healthy دي معناها صحي، أنا بتكلم عن الصحة فدي غلط. caring for our children's health must be in our lives first. aids معناها مساعدات، ولكن أنا بتكلم عن البرياريتيز الأولويات. حلك لتر دي. هنبص على النوفل. بيقول لك هنا why do you think the fishermen argue about the fish size and weight؟ ليه الناس كانت بتتجادل على حجم السمكة؟ I think because it was giant، كانت عملاقة. and no one، فيش أي بني آدم had caught it before، حدش اصطاد الحجم ده قبل كده، فبالنسبة لهم كان حاجة عظيمة، إنجاز. بعد كده بيقول لك how does Santiago's hut كوخ reflect his life and personalities، بيعبر عن ايه ولاد في حياته وشخصيته. الكوخ اللي كان بسيط جدا ومليان فقر، نايم على سرير مصنوع من الجرايد غالبا احنا كده قلنا الإجابة. It reflects poverty and simple life. بيعبر عن الحياة البسيطة والفقر. ده مش بس كده، بيعبر كمان شخصية سانتياغو مش من الشخصية الشاوي يعني
زي محمد رمضان كده يعني بيتمنظر، وفي محمد تاني بس مش هينفع نقول اسمه هنا. تمام. يلا اللي بعده. تعال نبص كده على الري رايت. He didn't attend the interview early because he wanted to prepare first. بيقول لك ما حضرش الانترفيو مبكرا لانه كان عايز يحضر اولا. حلو. اذا الحدث الاول التحضير والحدث الثاني ما حضرش. till وانتل قبلها بسيط منفي وبعدها ماضي تام. تعال نحط البسيط المنفي. يبقى he didn't attend the interview early because دي قول لها بودعك until he had prepared first. ما حضرش الا لما حضر. خد بالك انا حولت هنا الجمله الى ماضي تام عشان اعرف اشتغل. My friend is in the habit of. in the habit of معناها عادته. شيل كل دي وحط لها ظرف تكرار. My friend usually. بس تشيكنج ما عادتش مناسبة لأن in the habit of يتبعها ing، ولكن usually عايزة فعل مصرف على حسب الفاعل. My friend فاعل مفرد. تشيك اهي اديها الاس بقت checks his emails every morning. يلا بينا نبص على امتحان كمان. الامتحان الثالث هنا بيقول لك it's important to appreciate يقدر the effort your teacher puts into helping you learn. لازم نقدر المجهود اللي مدرسك او مدرسينك بيحطوه عشان يعلموك يعني لو انا يعني. تمام. appreciate يعني يقدر. يقدر يا مستر يعني يحترم. يقدر يا مستر يعني value. يلا. My cousin lives in a distant country. قريبي عايش في دولة بعيدة جدا. So we only see each other once a year. بشوف بس يعني مجرد مرة في السنة. عقبالي يا رب ناس تشوفني مرة في السنة ولا مرة في العمر. Distance معناها بعيد. أنا عايز عكسها. أدا near وده close يا مستر. الاتنين كان معناهم قريب. تعال نكمل. Her not personality makes her a great leader for the school's fundraising committee. بيكلمك عن مجلس المدرسة اللي هو بيقولوا عليه زي اتحاد الطلاب كده يعني. تمام. إذا بيكلمك عن شخصية مميزة. كان معاك كلمة unique اللي كان معناها مميز أو فريد من نوعه. Engineers are developing new panels. ما تكملش يا مستر. panels معناها ألواح هي على بعضها احنا حافظينها solar panels اللي كان معناها ألواح شمسية. After winning the science fair, she felt incredibly proud of her hard work and dedication. بعد ما كسبت معرض العلوم او المسابقه يعني بتاعت معرض العلوم حست ان هي ايه بسبب شغلها. اكيد يا مستر تبقى فخوره. proud معناها فخور. proud of ومعاك كمان pride اللي كان معناها الفخر. Moving to a new school can sometimes make it hard to feel a sense of نقط. ان انت تنتقل لمكان بعيد ده بيخليك hard to feel. صعب ان انت تحس بالانتماء. sense of belonging. مفيش عندي انتماء انا ما اعرفش حد. يلا بينا. بعد كده بيقول لك the students worked together to not a short play for the school talent show. الطلبة كانت بتشتغل بجد. play هنا معناها مسرحية يبقى هنمثلها ونؤديها. يمثل ويؤدي كان اسمها perform وكان معاك الأداء أو التمثيل performance. Having not allows you to understand and share the feelings of another person. إن أنا أفهم مشاعر الناس. معنى الكلام ده إن أنا عندي empathy تعاطف. By the time the museum opened. by the time أخت before كان بيجي إيه قبلها تام وبيجي بعدها بسيط. هذا البسيط ناقصني هنا تام. هذا arranged. نهال talks as if she not everything. نهال بتتكلم كأنها عارفة كل حاجة. طيب حلو. but she actually knows very little. ولكن هي معرفتها ضئيلة جدا. talks وشي يبقى اديها فعل مضاف له as knows. يلا بينا. أمنية not to the gym
every Monday and Thursday after school كل يوم اثنين وكل يوم ثلاث بعد المدرسة اثنين وخميس اسف بعد المدرسة. اذا انت بتكلمني جوز. The film not so let's wait for the next show تعال نستنى للعرض اللي جاي. اذا الفيلم بدأ، طالما نستنى يبقى الفيلم اصلا بدأ، يبقى has just started. يلا. Writing this down helps me see how much progress I have made. The sentence serves as a note. بيقول لك كتابة دوت بيساعدني قد ايه انا عملت انجاز. طيب دوت بيعبر عن ايه؟ هل دوت reflection on feelings or lesson learned؟ بيعلمك دروس انت اتعلمتها؟ ما اكيد، ما بقول لك دوت بيعرفك انت قد ايه عملت انجاز. اللي بعده The friendship has helped me grow more open-minded. بيقول لك الصداقة علمتني ازاي ابقى منفتح يعني. Respectful محترم للناس and confident واثق من نفسي. In a blog post this sentence serves as a note. دوت بيعرض ايه او بيودي ايه في البلوج. ده بيكون نوع من انواع الريفلكشن on personal growth، النمو الشخصي، ان انا بدأت افهم الناس اللي حواليا واستوعب الدنيا يعني. في الاخر بناخد على قفانا عادي جدا، مفيش اي مشكلة. You should do exercise 10 minutes in the morning to preserve your body's flexibility and activity. لازم تعمل رياضة 10 دقايق يوميا عشان تحافظ على نشاط ومرونة جسدك. Just walking to work may help. لو تمشي حتى للشغل دوت ممكن يساعدك. يجب عليك أن تمارس التمارين لمدة 10 دقائق صباحا لتحافظ عليك أن تفعل التمرينات لمدة 10 دقائق صباحا لتحافظ على نشاط ومرونة جسدك، فمجرد المشي العمل يستطيع أن يساعد في ذلك إلى حد ما مناسبة. يجب عليك أن تفعل الرياضة لمدة 10 دقائق صباحا لتبقي جسدك مرنا ونشيطا، فمجرد المشي العمل يمكنه أن يفعل ذلك. خليك بس عشان دي برضو مناسبة. يجب عليك أن تمارس التمارين لمدة 10 دقائق صباحا لتحافظ على نشاط ومرونة جسدك، فمجرد المشي العمل يمكنه أن يساعد في ذلك، ودي برضو معروف ماشي. إذا أنا بسألك في الصياغة الصحيحة مش في الترجمة الصحيحة، لأن كل دول في الترجمة مناسبين. إذا أنا محتاج الصياغة صح. يشد يجب عليك، تمام. ومفيش حاجة اسمها تفعل التمرينات ولا تفعل الرياضة، هي تمارس التمارين أو تمارس الرياضة. حلقة قولتر دي يا صاحبي. اللي بعده على الرغم من أن السفر بالطائرة أسرع وأكثر راحة، إلا أن بعض الناس يفضلون السفر بالقطار للاستمتاع بالمناظر الطبيعية. طيب حلو ده. بيقول لك هنا although traveling by plane is faster and more comfortable some people prefer traveling by train to enjoy the scenery. ولا أي حاجة هنا. unless traveling by plane is faster unless ديت قالت لك أنا بوظت الدنيا. in spite of traveling by plane is fast and comfortable many people prefer traveling by train. تعالى in spite هنا أصلا بوظت الدنيا. since traveling by plane is faster and more comfortable few people بوظت الدنيا هنا. جميل. يلا يا باشا حلك لتر A. الناس اللي بتحل الترجمة هادي بادي كرومبي زبادي وشيل الكلمة دي ومفيش الهبل ده. تعال نبص على الستوري. بيقول لك how does Santiago carry his mast on his shoulders and what does it represent. mast الصارية بتاعت المركب. he carried it proudly as if he is youth. كأنه حد شاب. that represent بيمثل determination الإصرار and never giving up. الراجل ده عمره ما بيستسلم. In your opinion, why is Manolín's promise to fish with Santiago again so important? في رأيك ليه وعد مانولين المرة دي إن هو يصطاد مع سانتياغو كان مهم جدا؟ I think because Santiago needs his help this time and always. كان محتاج مساعدته. سانتياغو أولاد هو اللي علم مانولين كل حاجة، فمانولين كان لازم يعترف بالجميل اللي عمله ده، فكان محتاج ان هو يقف جنبه to support سانتياغو.
بيقول لك she left the office the meeting finished first before. قبلها بسيط وبعدها تام، صح؟ طب تعالى نبص. قبل تام، صح كده يا مستر. يبقى انا عندي ماضي بسيط، والناحيه الثانيه تام لان بيفور بادئه بكابيتال. جميل. قاعده بيفور هيكون عندك هنا اهو بسيط، والناحيه الثانيه هنا اهو تام. انا محتاج اخد ماضي تام. she left the office the meeting finished first دي معناها اولا، فدي الجمله الاولانيه اللي هحولها ماضي تام. يبقى the meeting had finished. يلا بينا. before عايزين ماضي بسيط اهو. she left the office. الكومة الحلوة the meeting had finished. الجملة الثانية واخر جملة معاك في الفيديو ده عشان ما بقاش طولت عليك. The last time I visited my old town was a year ago. بيقول لك آخر مرة زرت فيها مدينتي كانت من سنة فاتت. anymore يبقى أنا ما عادش بزور المدينة بتاعتي. يبقى I don't مضارع بسيط visit my old town anymore تأتي في آخر الجملة المنفية اللي بتساوي any longer، بس هو مش طالبها مني يعني، وتبع المضارع البسيط. فأنا حولت جملتي من ماضي إلى مضارع بسيط I don't visit منفية عشان أحط anymore في آخر الجملة، ورميت anymore في نهاية الجملة. كده أولى ثانوي حلينا مع بعض 3 امتحانات لمينا فيهم. مش هقول لك يعني عشان مبقاش كداب، يعني مش اكيد منهج شهرين بنشرحه في السنتر اتلم في فيديو، ولكن انا فكرتك بكل حاجه. يكفيك ان انت تفتكر كل حاجه، ولو ما خدتش معايا الكلام ده يكفيك برضو ان يكون عدى عليك عشان تقدر تدخل امتحان مارس وانت مرتاح، ونكون لمينا مع بعض المقرر اللي عدى عليك في السنتر. كانت مراجعه كده، اتمنى كانت خفيفه علشان امتحانك، واشوفك ان شاء الله في السنتر الاسبوع الجاي. احنا كنا قلنا في بدايه الفيديو يبقى في مسابقه كده حاجه. الناس الحلوه اللي معانا لو عرفت تلخص اللي اتقال معاك في الفيديو، اهم الفوكاب بتاع ال3 يونت الاولانيين واهم الجرامر اللي معاك، ونشوف احلى تلخيص موجود معاك، هنعمله كده هديه قيمه. نطلع لايف انا وباشمهندس عمر كده الاسبوع الجاي على البيج عندنا. جميل. ونختار احسن ملخصات اللي هتوصل لنا على الواتساب او نشوفها مع بعض في السنتر باذن الكريم. تمام. ربنا رب وفقك اولى ثانوي، وسلام.